السلام عليكم. بما انك دخلت على الفيديو يبقى انت من الناس اللي بتدوس على زر الغفوة كل يوم وبتلاقي نفسك متأخر عن حاجة او تعبان او فايت منك حاجات مهمة في يومك. انت مش لوحدك على فكرة، دي مشكلة وفي ناس كتير بتعاني منها. لكن في طريقة متكونة من 7 خطوات فعالة جدا وجربتها بنفسي وفعلا فرقت معي، فهشرحها ليك عشان ان شاء الله تقدر تتخلص من العادة دي وتبدأ يومك بنشاط وحيوي. فيلا نبدأ بالخطوات عشان ما اطولش عليكم. 1. حط التليفون او المنبه بعيد عنك انت ونايم. دي اول حاجة هتعملها، وهي انك تبعد التليفون او المنبه بمسافة عنك قبل ما تنام بحيث انك تسمعه، لانه لما يكون قريب منك هتلاقي نفسك تلقائيا بتمد يدك وتضغط على الغفوة من غير ما تصحى حتى. لكن لما تحطه بعيد عنك مثلا على بعد متر ونص هتضطر تقوم من السرير وتمشي خطوتين 3 عشان تطفيه، فالحركة دي هتساعدك تفوق وتخلي مخك يبدأ يشتغل. بس لازم تطبق الخطوة اللي جاي عشان الخطوة دي تشتغل. 2. لازم يكون عندك سبب قوي عشان تصحى، ودي تاني خطوة مهمة، وهي انك تلاقي سبب يخليك متحمس تصحى من النوم، مش مجرد روتين يومي يعني، لكن حاجة فعلا مستنيه، زي مثلا موعد مهم، شغل بتحبه، تدريب بتستمتع بيه، او حتى حاجة صغيرة مخطط انك تعملها وبتفرحك، او صلاة الفجر مثلا، وما اعظم صلاة الفجر، لان من غير هدف هتلاقي نفسك بتقوم تطفي المنبه وترجع تنام تاني. لكن لو في حاجة مستني انك تعملها هتحس بالحماس وهتلاقي نفسك بتقوم بسهولة. 3. استخدم تطبيقات الصحيح غصب عنك. جرب انك تنزل تطبيق على التليفون بيجبرك انك تتحرك او تفكر عشان تطفي المنبه. في تطبيقات بتخليك تمشي او تهز التليفون او تحل مسألة رياضية بسيطة عشان المنبه يقفل. الحاجات دي بتخليك تصحى فعلا، يعني مش مجرد انك تصحى وتضغط على الغفوة بس. التطبيقات دي كمان هتساعد مخك انه يبدأ يشتغل من اول دقيقة، وهسيب لك تطبيق في الوصف تحت في كل الحاجات دي وبزيادة كمان. 4. غير نغمة المنبه كل يوم، ودي واحدة من اهم الحيل اللي بتساعدك تصحى اول ما يغني المنبه، وهي انك تغير نغمته كل يوم. العقل بيتعود على الأصوات بسرعة، ولو كل يوم حطيت نفس النغمة ممكن عقلك يبدأ يتجاهلها. حاول إنك تختار نغمة مختلفة كل يوم وخليها نغمة عالية وصوتها مزعج شوية عشان تتأكد إنك هتصحى. 5. نظم نومك عشان ما تبقاش دايما نعسان. حاول تظبط مواعيد نومك، لأنه لو بتنام كويس وبتاخد عدد ساعات كافية في النوم هتلاقي نفسك بتصحى بسهولة. وحاول إنك تنام وتصحى في نفس الوقت كل يوم، لأنه ده بيساعد جسمك إنه يعمل روتين، وكمان ده بيقلل من الإحساس بالتعب الصبح. كمان لازم تدي نفسك فرصة ترتاح وتنام كويس عشان تقوم وتقدر تركز وتنجز الحاجات اللي في يومك. 6. نام بناء على دورات النوم. في بعض الدراسات بتقول إن العقل البشري أثناء النوم بيدخل في دورة نوم كل 90 دقيقة، ولو صحيت في آخر أي دورة هيكون ده أسهل ليك وهتحس إنك مستريح ومش تعبان ومزاجك رايق. وعشان كده بينصحوا إنك تحدد وقت للصحيان بحيث إنه يتزامن مع نهاية دورة النوم، وفي موقع هسيب لك رابطه في الوصف ده بيحدد لك الوقت المناسب للنوم حسب الساعة اللي أنت عايز تصحى فيه. 7. خلي جنبك كوباية مية تشربها أول ما تصحى. دي نصيحة بسيطة لكن فعالة. كل يوم خلي جنبك كوباية مية واشرب منها أول ما تقوم، لأن المية بتساعدك تفوق وبتدي إشارة لدماغك إنه الوقت حان عشان تبدأ يومك. وكمان شرب المية بيحفز الدورة الدموية وبيساعد جسمك إنه يبدأ اليوم بحيوي. وأخيرا هقول لك 3 نصايح هيفيدوك جدا. 1. خطط لليوم بتاعك من بالليل، لأن لو كتبت خطة بسيطة لليوم اللي جاي قبل ما تنام هتلاقي نفسك متحمس أكتر إنك تصحى وإنك تبدأ في تنفيذ الخطة دي. 2. كافئ نفسك بعد ما تصحى وتفوق، كافئ نفسك بحاجة بسيطة بتحبها زي مثلا كوباية شاي أو كوباية قهوة أو حتى الفطار، لأنه ده هيخليك تبدأ يومك بمزاج رايق وحلو. 3. خلي الصبح وقت للهدوء، ابدأ في يومك بحاجات هادي زي مثلا انك تتأمل او تقرأ حاجة خفيفة او تقرأ قرآن وتقول اذكار الصباح، لانه ده بيساعدك انك تبدأ يومك بتركيز وانه يكون ذهنك صافي. بس كده امشي على الخطوات ده وان شاء الله هتقدر تتخلص من العادة دي وتبدأ يومك بنشاط وحيوي. استمر عليه وشوف ازاي يومك هيتغير للافضل. ما تنساش تعمل خير وتشارك الفيديو ده مع غيرك، او اعمل لايك لانه بيساعد على نشر الفيديو، لانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على خير كفاعله. وما تنساش تدعمنا بالاشتراك. السلام عليكم.